السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم مساكم أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. زمان ما طلعنا وزمان ما حكينا، بس هاي توقف الكورة وهي إجازة الكورة المملة، بس مع اقترب الموسم صار لازم نطلع ونحكي ونتكلم عن حاجات جديدة بدها تصير، وعلى بركة الله نبدأ. لحظة قبل ما نبدأ ونتكلم عن أي شيء، إحنا بنهاية الموسم القادم إن شاء الله لازم نكون واصلين 100,000 مشترك، باستمرارنا وبدعمكم وبهمتكم بنوصل بإذن الله، وعلى بركة الله نبدأ. كرة القدم كل يوم في تطور، من الصناعات اللي بتتطور بشكل كبير وبشكل سريع، من يوم ما بدأ فيها المال بشكل كبير وبهذا الكم الهائل اللي بنشوفه، والتكنولوجيا والتطور التكنولوجي في عالم الرياضات وخاصة كرة القدم، وإحنا بنشوف كرة القدم بتصارع نفسها إنها تلحق التطور وتلحق التكنولوجيا عشان. وتطور في كرة القدم ما وقفش بس عند تقنية الفار ولا تقنية عين الصقر ولا التصوير أو أمور البث، لا وصل كمان لقوانين كرة القدم، وهذا اللي وصلنا لتقرير نزلته قناة الجزيرة في 1 مارس 2023، وبتقول فيه إنه صحيفة الماركة الإسبانية كشفت عن 5 مشاريع تعديلات في قوانين كرة القدم حيطبق معظمها خلال العام الحالي، يعني خلال الموسم القادم إن شاء الله. خلينا نشوف شو هاي القوانين اللي حيتعدل عليها وندردش فيها ونعطي رأينا كمان. أول تعديل بتعلق في إدارة المباراة، من خلال ساعة إيقاف بتكون مع الحكم بتحسب جميع الوقت المهدر داخل المباراة، أو وقت تسجيل الهدف، ما بعد تسجيل الهدف، الاحتفال، وقت المخالفة، ضربة التماس، الضربة الركنية، يعني بمجرد ما الكرة تطلع من الملعب أو ما يكون في لعب كرة في الملعب بتم إيقاف الساعة واحتساب جميع الوقت وإضافته للوقت الإضافي. عشان هيك في كأس العالم الماضي اللي فاكر كنا نشوف أوقات إضافية كبيرة، يعني في مباراة انجلترا وايران اعتقد شفنا حوالي نص ساعة مجموع الوقت الاضافي في الشوطين، وهيك كأنه حنشوف شوط ثالث في المباراة، يعني لانه جميع الاوقات المهدرة حيتم حسابها، يعني لما اللاعب بده يهدر وقت من المباراة عشان يمشي ما يستقبل هدف او انه يمشي يوصل للفوز او للتعادل او اي شيء، لا جميع الوقت المهدر حيتم حسابه، سواء في ضربة التماس، في ضربة الجزاء، في الركنية، اي شيء، اي مخالفه حتتم او اي خروج للكوره او اي ايقاف للكوره حيتم حساب مده هذا الايقاف واضافته للوقت الاضافي. وكثير من الاحيان احنا بنشوف اللاعبين بتعمدوا انهم يهدروا الوقت عشان يمشوا المباراه، خاصه اذا كانت مباراه مصيريه، على سبيل المثال مباراه نهائي، بنلاقي اللاعبين بالعامد بيهدروا الوقت عشان يمشوا، عشان تنتهي المباراه اذا كان فايز او اذا كان مثلا نص نهائي والتعادل باهله، او الفريق اللي قباله منافس وفريق شرس ممكن يستغل انصاف الفرص فما بده يسمح له وبده يقتل اجواء المباراه، فبهدر الوقت عشان يؤدي هاي المهمه المطلوبه منه. لكن الان حيتم احتساب جميع هاي الاوقات اللي بيتم اهدارها، يعني لما تشوف اللاعب ساعتين وهو رايح يلعب ضربه التماس هاي حيتم حسابها، والضربه الركنيه كذلك، والمخالفه، واوقات الاحتفال كمان، اوقات الاحتفال حتكون محدده حنذكرها في التعديلات القادمه ان شاء الله. من وجهة نظري التعديل كويس وبيعطي فرصة أكبر للفريق الخاسر إنه يرجع في المباراة، لكن ممكن نشوف إنه أداء اللاعبين بنهاية الموسم أو مع اقتراب نهاية الموسم بدأ يضعف بشكل أكبر مما بنشوفه حاليا. ليش؟ لأنه أنت بتشوف مباراة 90 دقيقة في الوقت الحالي، 95 98 دقيقة انطارت في الوقت الإضافي، أنت حاليا مع الوقت الإضافي اللي حيتم احتسابه والأوقات المهدرة اللي حيتم احتسابها بجوز نشوف إحنا 100 دقيقة فما فوق. التعديل الثاني هذا حكاية، هذا التعديل الثاني اصلا اللي مفكر فيه واللي له بصمه فيه حكايه ثانيه خالص، اللي له بصمه فيه هو ارسن فينجر، انه ارسن فينجر هو يعني مش صاحب التعديل، هو اللي له بصمه الكبيره في التعديل. التعديل هذا يعني ممكن يشقلب كيان كره القدم هيك، يقلبها قلب. كل عارف انه ارسن فينجر مدرب ارسنال السابق، بس المعظم مش عارف انه ارسن فينجر هو احد اعضاء المجلس الدولي المختص بقوانين كرة القدم IFAB. باختصار ارسن فينجر قال لك احنا بدنا نشوف حماسية في المباراة بشكل اكبر، وبدنا نشوف عدد اهداف اكثر، وبدنا نشوف المباراة مولعة نار، عشان هيك بدنا نلغي التسلل. انا اللي تحمست. طبعا هو بدوش يلغي التسلل بشكل كامل، بس ارسن فينجر بقول لك يعني احنا ليش ما نسمح للاعب المهاجم لحظه تمرير الكره له انه يتقدم جزء بسيط من جسده عن ثاني مدافع، يعني عن اخر مدافع يكون متقدم شوي، يعني ممكن هذه يحسبوها سنتيات او مليات، يعني مثلا لما يكون متقدم 2 سم او يعني مساحه معينه، مساحه صغيره معينه، ممكن عادي مسموحه وسجل من خلالها هدف وعادي وبتمشي الامور. بالاضافه كمان للكره اللي راجعه من المدافع، حتى لو كان المهاجم في بدايه الكره متسلل، لا ممكن نحسبها يعني ممكن نعدي. التعديل الجديد او اقتراح التعديل الجديد المفروض احنا نشوف اهداف زي المطر من اللاعبين ومن المهاجمين،
بس ليش التعديل هذا؟ معقول عشان المباراة تصير أحمى وتصير حماسية بشكل أكبر؟ يمكن. وبرضه التعديل الثالث له علاقة بالأهداف، بس ما بعد تسجيل الهدف، مش تسجيل الهدف نفسه، ما بعد تسجيل الهدف. بقول لك أنت بتحتفل وبتضيع وقت كتير، هلقيت معك فقط 90 ثانية تحتفل فيهم وتعمل اللي بدك إياه فيهم، دقيقة ونص أكتر من كده ما فيش، دبروا حالكم فيهم. هذا التعديل له عليه، يعني هو يمكن ما بأثرش على المباراة بشكل كامل، ما بأثر على اللاعبين بشكل كبير قدر ما بأثر على الجمهور والمشاهدين بشكل أكبر، لأنه إحنا بنشوف كيف اللاعبين بيحتفلوا بعد الهدف، خاصة إذا بيجاكروا الجماهير أو بيجاكروا الفريق الثاني، يعني بنكيف على هاي الأمور. بس يعني لقيتها ممكن له عليه زي ما قلنا، يعني أنت بدك تحفظ أطول وقت في المباراة وما بدك وقت مهدر، ماشي ممكن يعني 90 ثانية يدبروا حالهم فيها، مش حيأثر كتير يعني هذا التعديل ما بس على فكرة يعني برضه هذا التعديل ممكن يأثر على لأنه ما حيخفض عشان برضه الاحتفالات بتعمل شغل وإلها شو وإلها حاجات خاصة فيها. هيك بنكون وصلنا للتعديل الرابع اللي بيقول لك إنه حارس المرمى ممنوع يشتت انتباه مسدد ضربة الجزاء. يعني أنت يا لاعب اللي جاي تسدد ضربة الجزاء، حارس المرمى حتلاقيه واقف زي الصنم مش حيعمل لك أي حاجة، أنت بس سجل الهدف. حارس المرمى مطلوب منه انه يوقف زي الصنم ما يتحركش عشان يطلع يلاقي الكرة في الشبكة، ممنوع يعمل هيك يروح يمين شمال يشتت انتباه اللاعب، ممنوع. الكرة هذه بدها تتسجل يعني بدها تتسجل، ليش بدها تتسجل؟ عشان يزيد عدد الاهداف. التعديل بيمنع حارس المرمى انه يشتت انتباه مسدد ضربة الجزاء بشكل كامل، يعني يوقف ثابت اثناء تسديد الضربة، بعد ما يشوت يتحرك ويعمل اللي بده اياه، يعني بعد ما يلاقي الكرة في الشبكة يعمل اللي بده اياه الحارس، مش اي مشكلة، فما فيش اي مشكلة. هذا بيعطي فرصة اكبر لمسدد الضربة انه يسجل الهدف، وفرصة اقل للحارس انه يصد الهدف، خاصة انه مع تشتيت الحارس للمهاجم او لمسدد الضربة ممكن يأثر على التسجيل، ممكن يعني يضعف تسديدة الضربة أو يأثر عليه يخلي الكرة تطلع برا، أو ممكن الحارس يتوقعها كمان. بس لقيت أنت لما بدك توقف ثابت فأنت بدك تعطي فرصة أكبر للمهاجم أو لمسدد ضربة الجزاء إنه يسجلها، والحارس تعطيه فرصة أقل إنه يصد الضربة. التعديل الخامس برضه هذا له علاقة بالأهداف بس مش حنحكي عنه بشكل كبير. التعديل الخامس بقول لك إنه أثناء تسجيل الهدف إذا كان في أي لاعب من اللاعبين البدلاء من الفريق اللي سجل الهدف داخل الملعب حيتم إلغاء الهدف. هذا القانون أصلا مطبق، لكن في حال البديل أثر بأي شكل من الأشكال في تسجيل الهدف. أما في التعديل بقول لك البديل أثر أو ما أثر في تسجيل الهدف حيتم إلغاء الهدف إذا كان في بديل داخل الملعب من الفريق مسجل الهدف. هنا كانت آخر حاجة وآخر تعديل نتكلم عنه من التعديلات الخمسة اللي حيتم تعديلها إن شاء الله، وحنشوف معظمها في الموسم القادم. بتمنى ما نكون طولنا عليكم، ما تنسوا لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. سلام.